انت بص في الموبايل ليه هبداوي؟ ما اتفقناش هنجمع السؤال ده، يعني احنا مجهزين الاسئله هنا والاجابات هنا، تيجي تسالني سؤال مش مكتوب اصلا. ماسك الموبايل عشان اديك اجابه نموذجيه 100% واخد الدرجه كامله. خد درجه نهائيه. ايوه بس انا لازم تفتح الفيديو بحاجه زي افتحه ازاي؟ زي ما بتفتح كل الفيديوهات. افتح يا فيديو. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في قناه هبداوي. الفيديو دوت تعريفي لنفسي وانا مين وبدات ازاي، وانا مش عارف انا ببص على الكاميرا اللي هناك دي ليه اصلا. يعني انت الكاميرا هنا وانا ببص الناحيه الثانيه، بس قشطه شغال. في البدايه كده يا استاذ هبداوي نحب نعرف منك شويه اسئله ازاي بدات حاجات كده. انا مجهز لك شويه اسئله بالنيابه عن الجمهور اللي لسه مش موجود عشان قدام لما يبقى موجود. وانا بقول برضو انت منور لي اضاءات كده وحاططني في مود مختلف، وهنصور ازاي؟ ما انا بقول برضه لازم حاجه. ماشي، لازم كده تحطني في حاجة ماشي. عادية. امر يا جميل. في البدايه عايزك تعرفنا بنفسك وازاي بدات القناه دي. طب يا اسطى بص، عشان بصور فيديو تعريفي دلوقتي عايزك تغششني، تمام؟ هبعت لك سؤال كده وانت ترد عليا على طول، تديني اجابه على الرايق بس بسرعه. بس عيد السؤال تاني بقى. في البدايه كده عايزك تعرفنا بنفسك وازاي بدات القناه دي. بص فين الاجابه؟ ثانيه، السؤال. يا اسطى ارتجل يا اسطى. ماشي، عيد السؤال تاني، عيد السؤال تاني، يلا. قول السؤال تاني. عرفنا بنفسك وازاي بدات القناه دي. ده ثالث مره اسالك نفس السؤال على فكره. بس انا اقول لك على حاجه، انا دلوقتي واحد عواطل خريج سياحه وفنادق، وطبعا يا جماعه انتوا عارفين في مصر كله بياخد الشهاده بيشيلها على طول. وطبعا يا جماعه كلكم عارفين ان الشهاده في مصر مفيش غير مثلا 10% من المصريين اللي بيشتغلوا بالشهاده، والباقي لا مؤاخذه كده ايه تتركن في الدرج. فانا قلت بما اني خريج سياحه وفنادق بقى وبتاع، ليه ما شغلش الشهاده بتاعتي في ان انا بقى اهبد لكم اكلات وبتاع، ويعني يعتبر طبعا مجال السياحه والفنادق. فقلت اما اشغلها كده واهبد لكم واعمل اي حاجه بالشهاده دي، مش هبقى خريج كليه سياحه وفنادق ومش 20 سنه او كام سنه تعليم اصلا. انت عندك كام سنه؟ ثانيه، احنا في 2000 وكام؟ انا 23 اصلا. يبقى انا عندي 23 سنه. 23 سنه زي حالاتي، خد بالك. بص قول 18 سنه تعليم. 18 سنه. 18 ان شاء الله مع حد حوش. 18 سنه تعليم. ايه الهدف من القناه دي؟ عملتها ليه اصلا؟ هدف من القناه؟ سؤال جميل يا ابني ونموذجي يستحق الاجابه بجداره. اتفضل. ايه الاجابه بقى؟ لا ما انا بسالك. هدف بقى من القناه دي طبعا يعني 3/4 الشعب على الحديده، على الحديده بمعنى الكلمه، وانا منهم طبعا. فانا قلت ايه، بدل ما كل شويه نطلب اكل من بره ويقول لي بقى حته ستروكس ايه حته. فانا بدل ما كل شويه اروح لكي اف سي واقول لهم ستريبس مش عارف يقول لي ب 180 جنيه، وكل ما نيجي نسال على اكله بيتزا بقى اي نوع اكل حتى الفول والطعميه يا جدع انت بقينا نسمع فيها اسعار فلكيه. فقررت بقى ان انا هبدا القناه ديت ليه يا معلم، اعمل فيها اكلات بسيطه، حاجات حلوه ورايقه، سناكس، تحليه، كل انواع الاكلات ههبدها لكم كده، واسعار يعني اقل تكلفه ممكنه، واعلى حاجه هتاخدها يعني ككواليتي اكل، وكان اللي هو طعم يبقى رايق برده وجامد. فانا قررت ان انا اوقات ههبد لكم كده الحاجات ديت واشاركها معاكم ويمكن افيد حد. فانا كفادي هبداوي هو ده الهدف الرئيسي من القناه، ان انا داخل يعني حتى لو شخص واحد بس استفاد من المحتوى اللي انا بعمله والهبد اللي انا بهبده دوت انا راضي. السؤال اللي بعد بيقول ناوي تكمل ولا هتبطل في يوم من الايام؟ هو احنا اصلا لسه ما بدأناش وبطلنا اسبوعين يا ابني. انا بتقول ايه، اجازه عيد يا صاحبي، اجازه عيد مثلا. ما نعيدش. ماشي، ناوي ابطل ولا اكمل؟ بص هو من ناحيه ناوي ابطل ولا هكمل، فهي كده كده انا هكمل. تدري ليش؟ ليش؟ عشان انا من وانا عيل صغير قد كده امي كانت بتخش المطبخ يالا تلاقيني متشعبط في التلاجة بجيب الاكل وبخش، والله ما بهزر، بخش بجيب الاكل وبتشعبط في التلاجة وبجيب. فمن وانا صغير اصلا بحب الاكل والمطبخ والكلام ده. فمعروفه ان اللي بيعمل حاجه بيحبها مش بيبطلها بسهوله، وطبعا ده اكل. مين هيبطل اكل؟ مين ما بيحبش بس الأكل؟ طول ما انا معايش وباكل هتلاقيني بنزل لك فيديوهات. السؤال اللي بعديه بيقول ايه هدفك انت شخصيا من دخول يوتيوب؟ بص يا باشا، حط بقى ايه يا معلم، انا عايزك بص منتج دولارات نازله كده فوقيه من فوق بقى، وفلوس فلوس 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 وبتاع. بص بس اعتقد ان الهدف كده وصل. مفيش هدف تاني. مش هننكر ان احنا داخلين يمكن تضرب معانا كده حظيظه ولا حظيظتين وناخد فلوس وماني وسبونسر بقى يا جدعان، حد يدعمنا بقى سبونسر. ما في البادجت على كحيان بكح اطراف، ما فيش عايز فلوس. ايه يا عم مش لاقيين نجيب المكونات بقى لنا اسبوعين ما بنصورش عشان ما فيش فلوس مكونات. حصل. انت اصلا كاتب هنا 3 سطور ما لقيتش منهم غير الفلوس. هو انا اصلا الاجابه ديت قلتها في السؤال اللي فات. نايس قوي. السؤال اللي بعديه بيقول ايه هي خططك للقناه في المستقبل؟ ياه المستقبل اللي هو قد ايه، يومين 3 كده ولا قد ايه؟
والله هو كمان ساعه مستقبل. ماشي، هدفي ان انا كمان ساعه بعد ما اخلص التصوير ده اخش اكل. قلت كده. بس معروف. اصل كمان اكل هتسوق يعني بتعمل ايه؟ لا بص بقى يا باشا، اول كده ايه لما نبدا ندخل ماني ان شاء الله، نبدا كده الفلوس يا جدعان، مشاهدات كده، وخش شير بقى خش كده اعمل لايك وروق علينا وسبسكرايب بقى واتفرج على الفيديوهات. عايزين نوصل مليون. مليون. يصلي على النبي، مش نوصل 1000 الاول. ايه المستقبل بقى ايه؟ مستقبلا في هذه القناه يا معلم، لما بقى إيه نبدا ندخل ماني كده، هشوف اكلات صينيه، اكلات يابانيه، هولنديه، هنديه، بص اي نوع اكلات من اي دوله بره هشوف بتتعمل ازاي واجرب ان انا اعملها في القناه هنا. بس طبعا الحاجات دي هتبقى بتكلف، فلازم يبقى ايه ندخل على الاقل بادجت معين من القناه ذات نفسها عشان نعرف نجيب الحاجات دي. ده حاجه. تاني حاجه بقى ممكن نطورها، ان احنا بدل ما بنعمل اكلات بس تبقى قناه متنوعه، نعمل ريفيوهات عن المطاعم، مقارنات ما بينهم. مثلا انت خارج خروجه وعايز تاكل اكله رايقه، مثلا بتخرجها مره في الشهر، فانت مش هتروح مطعم تدفع في مثلا الفيد 300 400 جنيه وفي الاخر يطلع وحش. فانا بفكر ان انا مثلا في حلقه اعمل يعني مره كل فتره كده لما يكون في فلوس اعمل مقارنه بين كميه مطاعم مع بعض، واقول لكم من رايي انا الشخصي انهي احسن مطعم تدفع فيه فلوسك. هو ده اللي انا بدوره ان شاء الله. ان شاء الله. اللي بعده، شايف القناه فين بعد سنه من دلوقتي؟ سنه من دلوقتي النهارده كام؟ النهارده 27 ابريل 2023، يعني 27 ابريل 2024 اللي جاي. تفتكر يا دوني تبقى كام؟ والله انا الاحلام ما بتنتهيش، بس يعني احنا عايزين فرض الواقع. في ارض الواقع انا بقول مثلا نبقى وصلنا 5000 سبسكرايبر. يا رب يا رب. كمان سنه من دلوقتي، يعني الواحد لو وصل 5000 سبسكرايبر كده ايه، واحد كده يجيب صندوق حاجه ساعه يوزع على العماره والباقي يشربوا لوحده. اصل العماره فيها كام نفر؟ يا عم انت هتعد عمارتك ماشي. ماشي فل اهو. بس كده انتهى، الاسئله خلصت. خلصت الاسئله؟ خلصت. بس يلا بينا نقوم ناكل. يلا نقوم ناكل. يلا بينا. انتظر فيديوهات جديده. رجلي وقفت. يا لهوي بجد. انا مش هقفل الفيديو، يلا نروح ناكل بس خلاص، انا رجلي وقفت. دي اشاره.